السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أسرار المطبخ المصري. النهاردة بمناسبة دخول المدارس إن شاء الله هنعمل باتيه بالحشوة كده بسيطة كده وحلوة. هنعمله بكل سهولة وكل بساطة في البيت، ومكونات موجودة عندنا في البيت. بصوا طرية جدا وهشة، الحشو من جوه اللي انت عايزاه تحشيه اهو. بصوا الباتيه عامله ازاي، مش مستحمله ومورقه توريقه جميله جدا. انا حشيته ايه هنحشي مع بعض في الفيديو، وهنقول اتعمل ازاي بكل سهوله وكل بساطه. يلا بينا على طول نبدا الوصفه ونسمي بسم الله ونقول اتعمل ازاي الباتيه بكل سهوله وكل بساطه. يلا بينا نبدا بسم الله. عندنا المكونات بتاعه الباتيه حاجات سهله جدا وممكن تكون متوفره عندك. عندي بيضتين، عندي هنا معلقتين من اللبن البودر، ومعلقه سكر مش مليانه قوي، معلقه سكر كبيره. وعندي رشه ملح، يعني ربع معلقه ملح صغيره، كوبايه لبن، ونص كوبايه او اقل من نص كوبايه كمان زيت. بصوا اللبن نفس الكوبايه بتاعت اللبن نفس اللي انا حطيت فيها الزيت، تمام. وعندي 3 كوبايات نفس المعيار، برضو نفس الكوبايه دي 3 كوبايات من الدقيق، وباكو خميره فوريه، تمام. عندنا الطبق، هنجيب الطبق اللي احنا هنحط فيه، هنحط البيض، واللبن، الزيت، ربع كوبايه من الزيت بس، يعني كتيره شويه، يعني نص كوبايه الا حاجه بسيطه. عندي معلقتين لبن بودر ومعلقه سكر ممسوحه مش كبيره، عشان احنا هنعمله حادق. لو هتعمليه حلو محشي شوكولاته او اي حاجه زي كده كتري السكر شويه. وعندي الملح، رشه ملح. باكو الخميره، برضو مش هاخد الخميره كتير، يعني مقدار معلقه ممسوحه، علشان طبعا الدقيق مش كتير. وهقلب كده. دوبنا المكونات السائله معانا. عندي هنا الدقيق، هحط 3 كوبايات من الدقيق. عندي كمان نص من البيكنج باودر، الباكو، هو نص باكو، مش الباكو كامل عشان احنا المقدار صغير مش كبير. وهقلب بقى العجينه كويس، عجينه كويس قوي. هنشيل بقى المضرب بتاعنا، وهنلم العجينه بايدينا عشان نحسها. بصوا لقينا هنحتاج مننا رشه دقيق صغيره، يعني نص كوبايه دقيق تاني. جبت شويه دقيق وهحط شويه شويه، مش هكتر، وهلم العجينه بتاعتي كويس قوي. بس هي مش محتاجه تاني دقيق على فكره، مش هحط تاني دقيق، هبتدي بس المها كويس مع بعض لحد ما تتلم كلها. الطبق يسيب كل حاجه اللي فيه، انا مش عايزاها العجينه تبقى جامده او مقفوله.
فيها سنه كمان. بس كده. بخلي عندك الدقيق مفتوح بحيث ان فيه دقيق بيبقى فيه رطوبه بيشرب السوائل، وفي دقيق لا. كده تمام زي الفل. هعجنها بقى كويس قوي وهسيبها تخمر كويس قوي قوي عشان يديكي التوريقه اللي جوه العجينه. كده العجينه بتاعتنا خمرت. بصوا عليت قوي. وعندنا بقى الحشو حسب ما انت عايزه. انا عندي هنا لانشون وعندي جبنه. عندك جبنه، عندك لانشون، عندك اي حاجه، سجق، اي حاجه اعملي بيها الحشو بتاعتها. هنهبط بس العجينه. بصوا ما شاء الله خمرت. وهنزل على رخامه. انا عجنتها كويس جدا بقت ناعمه. والطبق بصوا مفيش حاجه خالص في الطبق. هبتدي اعمل كده. هقطع 12 كوره او حسب ما العجينه هتدي معاكي. نقطع. حاولي الكوره تبقى قد بعض. اتناشر واحده. تمام. هناخد بقى كده. هي ما شاء الله ما شاء الله عليها خمرانه. عجينه هشه جدا جدا جدا. كده بقى هنبتدي نفرد العجينه بتاعتنا. حطيت شويه دقيق صغيرين مش كتير. انا فردت كده العجينه وعندي زبده، يعني حبه بسيطه بس زبده قليله جدا. وابتديت ادهن نص العجينه بتاعتي، نص دايره. الزبده هتورقها وهتبقى طعمها حلو جدا من جوه. واحنا طبعا بنعمل حاجات مغذيه عشان الولاد في المدارس. هنحاول نحط النص ده على النص ده كده. وهجيب برضو ندهن من فوق دهنه بسيطه جدا زبده. ولو عندك سمنه برضو مش يعني مفيش اي مشكله، بس الزبده هتديها توريقه احلى من السمنه عشان فيها ميه، فيها نسبه ميه. بتورق معاكي الفطيره او الباتيه حاجه كده، هتبقى هشه وجميله جدا، احلى كمان من تجيبيه من بره. هنحط النص ده على النص ده ونحاول نظبط العجينه على بعض عشان الزبده ما تطلعش بره. تمام. هتبقى كده المثلث بتاعها. نجيب بس شويه دقيق صغيرين مش كتير عشان اعرف افرد.
انا احاول اعرض من الجناب ومن الفوق. هنجيب الحشو بتاعنا، هنحط اللانشون في النص عند الجبنه. ممكن تحطي على الجبنه دي انا هرساها عشان اعرف اشتغل بيها. ممكن تحطي زيتون معاها، ممكن تحطي فلفل، ممكن تسيبيها ساده خالص كده زي الفل. مش هنكتر جبنه علشان دي مالحه. هطبق كده واحاول الم الجنب كده والنص على القفله. تمام اهي كده تبقى الباتيهات بتاعتنا اهي. بصوا سندوتش معتبر جدا للولاد في المدرسه. هنفرد واحده تاني. افردي السمك ما يبقاش تخين عشان طبعا هتطبق على بعض. على قد ما تقدري افرديها. بصي السمك رفيع قوي خالص. تمام زي ما عملنا في الاولانيه. هنمسح بس الدقيق من فوق، هناخد نص الدايره وزي ما قلت لك ممكن تستبدلي الزبده بالسمنه، بس برضه مش هتديكي نفس الطعم ونفس النتيجه، بس هتورق معاكي برضه يعني على قد ما تقدر. الزبده هتفرق معاكي في طعمها، في طعم البتيهية نفسها احلى كمان من الجاهز. تمام احنا هنعمل نصها بس، ونجيب النص ده على النص ده ونحاول نحط النصين على بعض. اي هوا لازم نخرجه عشان ما يبقاش في فراغ كتير من جوه. تمام هنجيب العجينه النص بقى كله. الزبده هنعملها في نص العجينه كلها. انا ما سيحتش الزبده، ضربتها بس كده بالشوكه، هرستها وعملتها كريمي زي الكريمه ودهنت بيها. ما سيحتهاش، ما تسيحيش الزبده وفي المعجنات بالزيت. هناخد النص ده على النص ده وهنحاول على قد ما نقدر نظبط
جدا عشان اقدر افرد عليها. الفرد مش هيبقى كتير زي الاولاني، على قد بس الحشو، وهنحط الحشو ونطبقه. تمام. الجبنة، وممكن تحشي شوكولاتة لو الولاد بيحبوا الشوكولاتة جوه الباتيهاية. ان شاء الله هنعمل حاجة بالشوكولاتة قريب جدا. احتمال الفيديو اللي ورا ده هتبقى حاجة بالشوكولاتة للولاد حلوة برضو في المدارس، تنفعهم كويس قوي. كده حطينا الجبنة، هناخد النص ده باللانشونية بتاعته ونقفله على الجبنة بتاعتنا. الجناب كده، هقفل على القفلة بتاعتها. احلى وانضف من اللي انت بتجيبيها من بره بكتير جدا، واكبر كمان. والحشوه بتاعك هتبقي انت اللي متحكمه فيه، اي حشو انت عايزاه هتحطيه فيها. هنكمل بقى بقيه الكميه كلها بنفس المنظر. ال3.5 دقيق عملوا 12 باتيهايه. تمام. فهنكمل كل الباتيهات معانا، الفرد والحاجات دي كلها، عشان بس ما نطولش عليك الفيديو، ونرجع هنشوف هنعمل ايه لما يخمروا. كده الباتيه بتاعنا خلاص خمر. عندي بقى بيض، حطيت عليه شويه ملح. هدهن بقى كل الباتيهايه، بس نحاول ما ننزلش في الصاج من تحت، وبرده ما نهبطش كتير الباتيه. اديناها كويس قوي علشان الوش بتاعها يحمر. عندك بقى ايه اي نوع من اللي بيترش على الوش، حبه بركه، عندك سمسم، عندنا حبه بركه، هنحط شويه حبه بركه بتبقى حلوه جدا مع الحادق. وممكن نعملها ماكس برضو، نجيب شويه سمسم، نحط سمسم مع حبه البركه، هيدي طعم وكمان شكل. هنعملهم بقى كلهم، نحطهم على درجه حراره 200 علشان دي مخبوزات ما بتاخدش وقت خالص، طبعا ما خمرانه معانا، والوقت بتاعها بيبقى قليل عشان بس ما تنشفش معاكي في الفرن. اول ما تطلع على طول من الفرن اديها بخة ميه بايديكي او ببخاخة ميه مخصصاها وغطيها، هتلاقي معاكي العجينه بقت ما شاء الله عليها طريه جدا وحلوه قوي معاكي. هندهن بس كله كده، وبعد كده ندخله الفرن عشان ما اطولش عليكي بس في الفيديو، ونشوف الشكل بتاعه النهائي هيبقى عامل ازاي. اهم حاجه وانت بتدهني الصاج ما يبقاش عليه بيض كتير عشان ما يلزقش منك. كده الباتيه بتاعنا طلع من الفرن، بصوا الجمال بقى عامل ازاي، تحفه تحفه. بصوا حاجه كده اسفنجيه وهشه جدا جدا. طبعا هو لسه سخن، انا غطيته وطري معايا كده بالشكل ده. اول ما طلعته من الفرن على طول تغطيه، تديله شويه ميه كده بخه على الوش، وتقومي مغطيه على طول وتسيبيه شويه يهدى في الصاج، وبعد كده تلميه. يا رب يكون نال اعجابكم الفيديو بتاع النهارده، واستنوني فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله. بترككم في رعايه الله، بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وننزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.